السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا حابب اشكركم على الفيديو اللي فات جدا جدا جدا. شكرا على الدعم، شكرا على كل حاجه. ان شاء الله الفتره الجايه تبقى في فيديوهات كتير طول ما انتوا بتدعموني، طول ما انتوا في ظهري. ثانيا، سالت كتير الفتره اللي فاتت عن قصه الدراسه في روسيا. هل هي كويسه؟ هل هي مش كويسه؟ طب ايه الحاجات المطلوبه؟ طب في مجموع؟ طب ايه الاوراق؟ طب هل هي غاليه؟ هل رخيصه؟ طب في حاجات تنصحنا بيها كده؟ الكلام ده ان شاء الله فيديو النهارده نعرف كل حاجه. يلا بينا. رقم واحد، المجموع في روسيا ما بيتطلبش. يعني انت لو جايب 50% في الثانوية العامة، لو انت ناجح فانت كده هتخش تقدر تدرس يعني هندسة عادي، تقدر تدرس طب عادي، تدرس اي حاجة عادي. يعني لو انت مثلا هندسة عايز تدرس طب تدرس عادي خالص. ولكن المشكلة كلها لما هترجع مصر مش هيعتمدوك. لما ترجع مصر مش هيعتمدوك. علشان كده حتى في النظام الجديد في البعثات اللي هي الإدارة بتاعت التجنيد، أول ما انت بترفع الورق ما بيقبلوش. يعني كان زمان بيقبلوا، دلوقتي ما بيقبلوش. فأي حد مسافر، انت هندسة مثلا، انت علم رياضة، يبقى انت تخش علم رياضة. انت علم علوم يبقى انت تخش كلية طبية، وهكذا. فالمجموع ما بيطلبش عليه. لو انت جايب 50% تقدر تدرس اي حاجة عادي جدا. رقم اتنين، الاعتماد. في حاجة اسمها الجامعات المعترف بها جوه مصر، قايمة في المجلس الأعلى للجامعات. الاعتماد. هتروح المجلس الأعلى للجامعات، في لينك هبقى ادور عليه هحطه لكم في الديسكريبشن. في مثلا 15 جامعة معترف بها، مثلا في بشري، طب بشري 15 جامعة معترف بها، في أسنان 15 جامعة مثلا، أو 17 في صيدلة، وهكذا كل فرع. تعرف ايه الجامعات دي وتدرس فيها. يعني تعرف ايه الجامعات دي وتخش فيها، لان انت لو دخلت جامعه غير الجامعات دي مش هيعترفوا بيك لما ترجع مصر. فيبقى صباح الفل، انت كانك ما جيتش روسيا اصلا. تمام. ثالثا، السنه التحضيريه. مين اللي ياخد السنه التحضيريه؟ السنه التحضيريه دي هنا مثلا اغلب طلاب هندسه زي حالاتي كده، عبد الله الفقير. ايه اللي بيحصل؟ لازم بتاخد سنه تحضيريه لان كل هندسه هنا موجوده بالروسي. فلازم تاخد سنه تحضيريه باللغه الروسيه وتتعلم فيها المواد. طب افرض انا دلوقتي مثلا عايز ادرس بالانجليزي، لو لحقت جامعه تقدم بيها في الانجليزي قدم، ما لحقتش خلاص يبقى انت تعالى ادرس السنه التحضيريه. والسلام عليكم. وعليكم السلام. تمام. رابعا، ايه هي الاوراق المطلوبه علشان اجي ادرس؟ الاوراق بسيطه جدا. تحضر جواز سفرك والشهاده بتاعت الثانويه العامه، وتعملهم سكانر كويس وتبعتهم للحد اللي انت هتقدم معاه او للشركه او كده او الدنيا دي. بس دي الاوراق بسيطه جدا وحاجه سهله جدا. طبعا لو مش مطلع جواز سفر، اروح اجيب اثبات قيد من المدرسه اللي انا كنت فيها عليه ختم النسب، وبروح معاه 3 صور او 4 صور، وبيتعمل ب 1000 جنيه. ده اختصار شديد جدا. خامسا، المصاريف الدراسيه بالنسبه للسنه التحضيريه، فهي بتتراوح من $1600 ل $2000، شامله الدراسه والسكن والتامين الصحي. ده بالنسبه للسنه التحضيريه. طب اسعار التخصصات الطبيه بتبتدي من $3500 لحد معاك $10000 عادي جدا، اللي هو موسكو، سان بيتر كده. طب بالنسبه مثلا التخصصات الهندسيه عندك بدايه من 2200 دولار لحد $2800، على حسب طبعا اختلافات التخصصات. ده بالنسبه للمصاريف الدراسيه. اخر حاجه وهختم بيها الفيديو ان شاء الله، حبه نصايح للناس اللي هتيجي تسافر روسيا. عايز اقول لك روسيا مش الحياه مش بامبي. الدنيا مش فاهم، مش جميله خالص. مش زي ما انت بقى فاكر، وهتيجي بقى هتيجي وهتعيش وهتخرج وهتتفسح وكل حاجه. وانا بقيت دلوقتي بشجع الناس على خطوه زي دي. ولكن اعرف ان انت مسافر هنا غربه. لازم تكون قد الخطوه دي قبل ما تسافر. تقعد مع نفسك، تصلي استخاره مره واثنين وثلاثه واربعه. تحط اهلك قدامك رقم واحد، لان الناس دي شقيانه وهتعمل كل ما وسعها عشان تخليك حاجه. فانت الناس دي ما تعملش كل حاجه وانت في الاخر تطلع ما عليكش اي 30 لازمه وتفشل الناس زي ما احنا بنشوف هنا والفتره دي وكده. الناس المصريين وكده والحاجات دي بقى، اللي بيبيع مش عارف مخدرات، اللي مش عارف بيروح فين فقبل ما تيجي اقعد مع نفسك وحط هدف لنفسك وشوف انت عايز تعمل ايه، وحط اهلك قدامك رقم واحد، اخواتك. الناس دي بص انت تكسر الدنيا عشانهم حرفيا. ده اولا. ثانيا، مش اي حد يقول لك يلا تعالى هقدم لك في روسيا وديس والدنيا دي وكده والكلام ده، عشان ما مش ناقصه سرحان. تمام. عشان واحد بعت لي امبارح، يعني والله العظيم ده كان قمه الضحك حرفيا. امبارح كان قبل ما انام، فبعت لي سكرين شوت لكده لشركه كده، وبيقول لي يلا تعالى حقق حلمك الدراسه في روسيا، هتاخد $900 في الشهر في الشغل والكلام ده.
اللي هيجي هيقول لك انت هتشتغل من اول يوم في روسيا وهتكسب مليارات، ده انسان كذاب، وانا بقول لك ده منافق. انا اول سنه ونص كان اهلي اللي بيصرفوا عليا، اول سنه ونص كان اهلي اللي بيصرفوا عليا حرفيا. فمفيش حاجه اسمها كده. ومع ان الحمد لله انا بعد اول 6 أو 7 شهور كانت اللغه معايا كويسه، كنت بعرف اتكلم وبعرف اتعامل، بس انا اول سنه ونص كان اهلي بيصرفوا عليا صرف كامل حرفيا. فناخد بالنا من النقطه دي كويس. ما تقدمش مع اي حد، قدم حد مع حد انت واثق فيه. واحنا الحمد لله فتحنا شركه كده، اللينك في الديسكريبشن، اي حد محتاج يسافر يخش يكلمنا، وان شاء الله كل دنيته هتخلص سريع ان شاء الله. النقطه اللي بعد دي واللي انا حابب اقولها للناس وكده، ان انت هتسافر فاعرف ان انت خدت خطوه ناس كتيره ما خدتهاش، فانت هتعمل حاجه ناس كتيره ما عملتهاش. خليك قد حاجه زي دي، واعرف ان انت عملت حاجه صعبه ناس كتير تعملها. ما تخليش حد ييأسك، ما تسمعش كلام من اي حد اللي يقول لك انت ازاي هتسافر، هتعمل ايه، طب دي غربه، دي كذا دي كذا. مالكش دعوه بالناس دي، ركز في حلمك، ركز في هدفك، ركز في اللي انت عايزه. وانا مسافر الناس كلها بتقول لي انت عبيط، انت بتعمل ايه، انت هتسيب هندسه، هتسيب مش عارف ايه وهتسافر. وانا سبت كل ده ورميت ده ورا ظهري وسافرت. فانت عندك حلم كمله، اسعى علشان تحققه، عشان تبقى حاجه عظيمه، عشان تبقى حاجه حلوه جدا، عشان توصل للي انت عايزه. ما تسمعش لحد. هتلاقي ناس كده بتحبطك. انا ناس اقسم بالله ان كانت بتحبطني دي وكانت بتقول لي ما تسافرش، دلوقتي الناس دي بتكلمني بتقول لي انت عظيم، انت ناجح فشخ. فركز مع نفسك، اسمع لنفسك، اهم حاجه انت شايف ايه، انت عايز ايه. ربنا يكرمكم كلكم. اي حد محتاج اي حاجه طبعا السوشيال ميديا كلها موجوده، ابعتولي هرد على الناس ان شاء الله في يعني سريع باذن الله. واتمنى دعمكم، تعملوا شير، سبسكرايب، لايك للفيديو ده وكل حاجه. نلتقي في فيديو جديد. السلام عليكم.